السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مدحت أدمن أبليك وزارة، أهلا وسهلا بيكم. مبدئيا بس في ملحوظة بسيطة عايز أقول عليها. لوحة بيع المساوئ ديت لو ما ظهرتش لأي مسوق اتفضل ابعت لي على رقم الواتساب اللي هو آخره 821. تمام، وإن شاء الله أحل له مشكلة. حضرتك بعد ما بتسجل دخول بيظهر لك لوحة البيع المسوق دي بتظهر للمسوقين فقط. تمام. احنا طبعا انا طلعتها بره في القائمة عشان تدخل على طول، بس الشغل كله من الأساس في لوحة المسوق متطورة. تمام. حضرتك هتدخل على المسابقات المتطورة. تمام، هتلاقي لوحة البيع المسوق، إنشاء رابط حملات العمولات، تجري سحب العمولة، محفظتي، طلب الدعم، قائمة الطلبات، دليل المسوق، أحدث العروض. هندخل على لوحة البيع المسوق. هنلاقي هنا دي لوحة البيع الخاصة بالمسوق. مثلا نختار 2 جنيه ونختار له الأسود مثلا مقاس 2 إكس. تمام، هتلاقي هنا السعر 215 ده شامل عمولة 30 جنيه. دي ستة عمولة محطوطة للسيستم بالنسبة للمسوق، ممكن تزود ممكن تنقص. تمام. مثلا أنا زودت مثلا هنا خليتها 50 مثلا هتبقى 235. تمام. هتضاف مثلا على العمولة. يعني هتبقى 235. أضيف العربة. تمام، تضغط على أضيف العربة. هتلاقي العمولة 50. طبعا لو اخترت قطعتين هتبقى العمولة 100، لو 3 قطع هتبقى العمولة 150. تمام. دوس على التالي، هتدخل الاسم، العنوان، رقم التليفون. يا جدعان مبقاش في نقطة العنوان ديت مهمة جدا جدا يا جماعة. هاتوا عنوان بالتفصيل، اسم وشارع موقع، ده بيأكد مدى جدية العميل. مفيش حد أي حد يديك عنوان القاهرة أكتوبر، القاهرة مثلا حلوان، سوهاج، مش عارف فراغة. لا، قول له أنا عايز عنوان بالتفصيل. تمام. ده ليه؟ عشان تريح دماغك وتقدر ان الاوردر يوصل. تمام، وتقدر ان هو يعني كل ما يكون العنوان ادق كل ما يكون سهل على المندوب ان هو يوصل للعميل في ثواني، يكون موجود قدام البيت. تمام. تختار المحافظة مثلا البحيرة. تمام. البحيرة مثلا، البحيرة. لو في ملاحظات بتكتبها هنا ودوس تأكد الطلب. بس شكرا. طبعا هنا ال 280 دول اللي هو سعر الشحن والإجمالي. 280 ده من غير الأول. حضرتك كنت بقى 280 و50 جنيه ده اللي هو إجمالي الأوردر. هتلاقيه يعني بتاع 300 وحاجة. احنا لسه بنعدل في النقطة ديت. تمام. بس هو موجودة. لو حضرتك دخلت على قائمة الطلبات هتلاقي الإجمالي شامل الشحن كله. تمام. احنا بس بنعمل الفيديو ده علشان يعني تقدر حضرتك تشتغل، تقدر تعرف الدنيا رايحة فين وجاية منين. تمام. طبعا هنا انت لو عايز تخلي القائمة مثلا بالشكل ده مفيش مشكلة، دي بتتحكم فيها. عايز تخليها بالعرض، عايز تخليها كده، براحتك. تمام. هنا طبعا ده عربي انجليزي. هنا دي العربة. هذا الملف الشخصية دي لو انت عايز ترجع للصفحة الرئيسية. طيب في حاجة تانية احنا عايزين نشرحها، اللي هي انشاء رابط الحملات. انشاء رابط الحملات، ندخل على لوحة المساواة المتطورة. رابط الحملات ده معناه ان انت هتاخد منتجات اللي موجودة على الموقع. تمام. تحطها في صفحة وجود مثلا أو عندك متجر إلكتروني. أي حد أجي يخش يعمل طلب شراء من خلال اللينك ده، العمولة بتتحسب لك ثابتة اللي هي 30 جنيه. تمام. طبعا أنت بتدخل. هناخد مثلا وليكن بس عشان الوقت، هناخد ده كده. خلينا ناخد الترنج الشورت. على فكرة الترنج الشورت ده شغال كويس جدا جدا وممتاز في تسليماته. تمام. لوحة المساواة المتطورة، هندخل على إشارة حملات. تمام. هنا انت لو بعت لينك المتجر ده لاي حد، طبعا اللي في الاخر ده اللي هو الكود الخاص بكل مسوق. تمام. هنا لو انت بعت لينك المتجر ده لاي حد وداخل عمل عمليه شراء لاي منتج من المنتجات اللي موجوده على الموقع، العموله بتتحسب بعادة تلقائي. تمام. طب هنا رابط الصفحه، رابط الصفحه اللي هو بيوصل بيها اللي هو رابط المنتج اللي احنا خدناه من على الموقع. هندخل كوبي. تمام. طبعا هيطلع لنا الرابط ده. تمام. ممكن انت حضرتك تاخده تحط عندك في صفحه الهبوط او عندك او على المتجر الالكتروني،
او انت هتعمل اعلان مثلا على الفيسبوك، ممكن تعمل اختصار رابط. تمام، وتاخد الرابط ده وتحطه في الاختصار رابط وتبعته للعميل ان هو يخش يعمل طلب شراء من خلال ال- اللينك ده. تمام، بس دي بتبقى نسبة نجاحها بتبقى يعني 20% و 30%. هي أكتر حاجة اللي المفروض إن إحنا نشتغل عليها الفترة الجاية كمسوقين، أنت تشتغل تعمل كونفجريشن. معناها ان انت حضرتك بتحط المنتج وصوره كده كويسه، صوره المنتج والموديل، صوره الموديل كويس كده. تمام، بتحط تفاصيل المنتج وتحط لينك ايه، اطلب الان، بحيث ان المسوق يخش العميل يخش يعمل ايه، طلب على طول على الاوردر نفسه. ودي هنعمل له فيديو خاص مخصوص بالنسبه للعميل ازاي يعمل طلب الاوردر. تمام. طبعا هنا العملات، دي خاصة بالعملات. متاجر اللي هي متاجر اللي هي خاصة بشبكة تجار كوم، قائمة الطلبات اللي انت بتخش عليها تشوف الطلبات اللي حضرتك ممكن تلاقيها. بالمناسبة في نقطة بسيطة، حضرتك ممكن تلغي الأوردر بنفسك. تمام، بس قبل هو قيد التنفيذ. تمام، يعني هتلاقي هنا كلمة إلغاء. لو العميل مثلا قال لك أنا مش عايز الأوردر أو ألغيه، ممكن حضرتك تلغيه، تدوس على إلغاء هيتلغي بنفسه. تمام، لكن بعد ما يتم التأكيد مش هينفع يتلغي. تمام، يعني حضرتك خد بالك من النقطة دي. تمام. هنا طلب الدعم، هنا محفظتي لو انت حضرتك عايز تسحب عمولة. تمام، او بالنسبة للناس الجديدة اللي هي مش عارفة ازاي تسحب. تمام، هتدخل على السحب وتحط رقم الكاش بتاعها. تمام، أداة الدفع هتكتب اسم صاحب المحفظة، رقم المحفظة الأساسي. ده اللي يهمني، رقم المحفظة ده. رقم الكاش يا جماعة نكتبه صح، لان بعض الناس بتكتب الرقم غلط ويرجعوا يقولوا لنا في تحويل ما تمش، ما وصلش وهو راح لناس تانية. رقم الكاش ده مهم جدا جدا. تمام، باقي البيانات ديت شركة المحفظة دي هي بيانات إلكترونية يعني عادي، وتدوس حفظ إيه، تغيرات. طيب حضرتك عايز تسحب ولا حاجة، عايز تسحب عمولة مثلا ولا حاجة، هنا طبعا بيظهر لك رصيد المحفظة اللي هو موجود في المحفظة. هتكتب هنا المبلغ وتقدم طلب سحب، واحنا طلب السحب ده بيتم مراجعته ويتم التحويل خلال 24 ساعة أو أقل إن شاء الله يعني. تمام، دي كل التفاصيل اللي احنا عايزين نشرحها لكم في الفيديو. تمام، ده برضو دليل المسوق. بالمناسبة ده دليل المسوق ان شاء الله يبقى فيه كل حاجة، كل التفاصيل الخاصة بدليل المسوق. هيبقى فيه شرح شرح السيستم عامة يعني، كل التفاصيل الخاصة بالمسوق. دي احدث العروض اللي هي العروض، المنتجات الجديدة، لو في خصم، لو في كوبون. تمام، الحاجات ديت بنعرفها يعني، نحطها في احدث العروض هنا ان شاء الله يعني. تمام. ده كل التفاصيل لحضرتك اللي احنا عايزين نشرحها لحضرتك في الفيديو ده. ان شاء الله في فيديو تاني ان شاء الله عن شرح نظام التيم ليدر، وازاي تبقى تيم ليدر كويس جدا. وممكن حضرتك كمسوق وكتاجر في نفس الوقت برضو دي متاحة. تمام، هنعمل لها فيديو مخصوص. هو ده بس ده لو بتبدأ على مراحل ان شاء الله يعني، بس احنا ده الاساس عندنا، ان احنا ايه، نعرف لكم ازاي تعمل طلب وتعمل اوردر وكل التفاصيل دي كلها. بالتوفيق لكم جميعا.